ضم رجلك. ماما انا عرفت. بص يا ماما، انا عارفه اعمله ازاي. سبعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك علينا وعليكم يا رب وعلى جميع الأمة الإسلامية. طبعا احنا خرجنا النهاردة بعد اجازة العيد، بعد اجازة 3 ايام العيد. قلنا نخرج عشان تبقى الدنيا رايقة كده ومش زحمة قوي زي كل عيد بنخرج. طبعا العيال حابين ان هم ياكلوا بازوكا، فقلنا نوديهم الحديقة اللي احنا قريبة مننا. هي موجودة في سرايا القبة، فقلنا نوديهم. وحديقة بصراحة فيها مطاعم كتير، وفيها جناين وملاهي وزي ما انتم شايفين كده ايه، يلعبوا بالكرة براحتهم. هنا انا كنت قاعدة في زي استراحة كده تحت تندة. قلت بقى ايه نقعد شوية فيها لحد ما العيال يشبعوا يعني. وكمان الشمس كانت موجودة، فحبيت ايه ان انا ايه شوية كده هروح بقى فرشة كده في الارض ونقعد بقى كده قعدة جناين بمعنى اصح يعني. طبعا هنا باباهم كان بيلعبهم بالكورة زي ما انتم شايفين. طبعا كان بازوكا زي ما انتم شايفين قدامنا كده. قلنا نلعب شوية وبعد كده نبقى نروح نغديهم. المكان كان هادي، ما كانش زحمة زي كل سنة. طبعا المكان كان رايق علشان احنا خلاص اجازة العيد عدت. 3 ايام بتوع العيد. تبقى الدنيا بقى رايقة كده ومش زحمة قوي زي كل او زي طول ايام العيد. كانت معقول يعني ان انت تعرف تقعد وتطلب طلباتك اللي انت عايزها يعني. فكانت الدنيا حلوة يعني معانا. هنا برضو لسه كانوا بيلعبوا. العيال بقى قلعوا الكوتشات بتاعتهم وبيلعبوا بقى براحتهم بقى مرحرحين كده على الاخر. بصراحة كان يوم حلو، والمكان كان حلو برضو، ما كانش زحمة قوي. احنا عشان كنا رايحين بدري فما كانش زحمة قوي، بعد كده اتزحم جدا. هنا بقى كنا فرشنا في الارض، كانت الشمس يعني مشيت شوية من الشجرة اللي كنا جنبها. وكنا جايبين بقى معانا شوية مقرمشات كده، على شوية ترمس، على شوية سوداني، على شوية لب وشوية كاندي كده. كيسين ترمس كان كريم واحمد حاطين شطة بقى، عاملين الدقة بتاعة الترمس. حاطينها في كيس، واحنا عشان ما مش بحب الشطة قوي فكنت واخدة حبة من غير الدقة بتاعته. انا بعصر عليه ليمون كده بس مش بحط عليه شطة. هما بيحبوه بالدقة بتاعة الترمس. فرشنا بقى كده الملاية في الأرض وقعدنا، وكان يوم بصراحة جميل جدا. كل واحد بقى بياكل اللي هو عايزه. بصوا هنا بقى أنا مش هشيل لكم الصوت. كنا قاعدين كده دخلنا المطعم بازوكا، وكنا ايه بنبتدي كنا بنطلب يعني الأوردر بتاعنا. وايه قلت اصور العيال، فلقيت الفلتر ده طالع معايا، فقلت اصورهم بقى زي ما انتم شايفين. مش عارفة الصوت مش موجود ليه، بس لو كنت سمعت الصوت كنت هتضحكوا جدا. الصوت مضحك بصراحة. العيال شكلهم يضحك. وقلت كمان يلا انا اصور نفسي انا كمان بالارنوب، شكل الارنوبة دي بالتوكتين اللي هي عاملاهم. وهنا بقى كان جه الاوردر اللي احنا طلبناه. احلى حاجة فيهم ان هم مش بيقدموا حاجة مقاطعة بصراحة. هنا قدموا في وجبات الاطفال عصير جهينة. وده كان الطلب التاني ده كان ليا ولابو كريم. الحاجة الساقعة دي بصراحة ما عجبتنيش، ممررة جدا 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 فوق ما تتخيلوا، ما عجبتنيش بصراحة. انما العصير طبعا لا غنى عن جهينة معروف. انما الحاجة الساقعة ما عجبتنيش بصراحة. كان زي دي ما بص فيها مرارة رهيبة. هي بصراحة هي عجبت ابو كريم، بس انا ما عجبتنيش عشان فيها مرارة يعني كده، فما ارتحتلهاش. خدت شوية من العصير بتاع العيال. اهو الطلب ده اللي احنا كنا طالبينه، والعيال كنا طالبين لهم
اللي هو وجبات الأطفال. وكان جاي معاهم لعبة التوك توك دي براء وزكريا. عادي توك توك عادي يعني اللي هو بنشوفه ده. واحنا قاعدين كده بناكل لقينا القطة دي موجودة قاعدة كده على كرسي زي اي حد بيطلب اكل بالظبط. كانت قطط كتير قوي هناك. كان النهاردة بصراحة كان يوم القطط، مقابلاني قطط بطريقة غير معقولة في الخروجة دي. وهوريكم فيديو تاني برضو لقط. هنا بقى القط ده كنا في مكان تاني رحناه. كنا خلاص بقى بالليل ولقينا القط ده كده ظاهر لنا. كان جعان وقاعد جنبنا وعمال ياكل في الحاجة اللي احنا ماسكينها في ايدينا. وقط بصوا حطت له مية وحطت له اكل. بصوا هنا هيعمل حركة اللي هو يعني اكليني. راح بص في الطبق ما لقاش فيه حاجة. العيال بقى كانوا هنا بيلعبوا معاه بصراحة، بس انا مش كنتش مستنضفاه يعني عشان هو قط شارع وكده. بس هنا بيقول لي اديني اكل. بصوا اللي هو بيخبط عليا اديني اكل. فالاكل اللي كان موجود معايا بصراحة كان حاجات حلوة يعني، فاديته معلقة كده فلحس لحستين وراح ماشي ما عجبتوش يعني. بس مصمم مش راضي يمشي من جنبنا، اللي هو يعني هاكل من عندكم يعني هاكل من عندكم. احنا بصراحة ما كانش في الوقت ده معانا اي اكل ينفعه خالص. وكانت ضمن الخروجة ان العيال كانوا طالبين ياكلوا حاجة من بلبن. وكانوا طبعا طالبين الكشري وجبناه اهو. كنا مستنيين برضو الاوردر بتاعنا. هنا بقى ده سوشي، كنا عبال ما نستنى الاوردر بتاعنا واحنا واقفين اللي هو بلبن لقينا واحد كده واقف بيبيع سوشي، فحبينا ان احنا نجربه فجبنا لنا كل واحد قطعة كده. زي ما انتم شايفين في المنطقة دي واقف كتير بصراحة هناك. وهنا بقى كانوا طلبوا الاوردر وجالنا ده كان الكشري. طبعا الاستاذ زكريا دلق كل حاجة رأسا على عقب، فكانت الدنيا متلخبطة معانا. المهم ان احنا ايه جبناه بالسلام. هنا بقى بصوا العيال في المكان اللي احنا كنا موجودين فيه ده ساحة موجودة كده في آه، فين يا ربي تقريبا في ألف مسكن. بصوا المكان ده مكان زي ما انتوا شايفين كده احنا فطسنا على نفسنا من الضحك. كنا هنموت من الضحك كده. كان أول مرة يركبوه البتاع ده، مش عارفة بيقولوا عليه مش عارفة يا زكريا. البتاع اللي انتوا ركبتوه ده اسمه ايه؟ سكيت. احنا على ايامنا كان اسمه باتينيج. اليومين دول بقى اسمه سكيت مش عارفة امتى يعني. فزي ما انتوا شايفين كانوا اول مرة يلبسوه. فكان شايفين بقى الضحك. بصوا هنا باباهم هنا هو اللي كان بيحاول يركبهم او يعلمهم عليه. اول واحد بدأ كان زكريا. كانش عارف حاجة في حاجة خالص، كل شوية يقع. بص المنظر طبعا كلهم ركبوه بيحاولوا يظبطوه.